المكان اللي احنا فيه النهاردة بيدل قد ايه مصر دولة عظيمة عبر التاريخ. وعشان نعرف تفاصيل اكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. المكان اللي احنا فيه النهاردة هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، واللي تم افتتاحه سنة 1902 على يد الخديوي عباس حلمي الثاني، واللي بيضم أكتر من 170 ألف قطعة أثرية، وكمان في أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة بالعالم. والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف بترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، حتى العصرين اليوناني والروماني. وطبعا المتحف بيضم تماثيل كتير جدا، ومن أهم التماثيل على سبيل المثال للحصر تمثال الملك خوفو، وهو تمثال صغير جدا بيبلغ طوله 7.5 سنتي. والتمثال ده له حكاية، إن لما تم اكتشافه لأول مرة كان التمثال بدون راس، وعشان الراس صغيرة جدا بدأ فريق التنقيب في جمع الرمال اللي كانت بتحيط بالتمثال، واستخدموا المناخل للبحث عن الراس، وبالفعل وجدوها وتم وضعها في مكانها بالتمثال، وهو مصنوع من العاج. ومن أضخم التماثيل الموجودة في المتحف تمثال بيمثل الملك آمنحتب الثالث والملكة تي، ويعتبر تمثالا جماعيا لأسرة الملك وبناته الثلاثة، وهو أضخم تمثال جماعي تم نحته من الحجر الجيري. وكمان هنلاقي تمثال الكاتب كعبر الذي أطلق عليه اسم شيخ البلد، وهو من الخشب، وعيناه مطعمتان بحجر الكالست وحجر البلور والحجر الأسود، ومحددة بالنحاس من الداخل. وكمان هنلاقي تمثال الكاتب المصري اللي بيجلس في وضع القرفساء، واللي اتخذته بعض المؤسسات الثقافية شعارا لها، بالإضافة أن صورته موجودة على العملة المصرية فئة 200 جنيه. ومن ضمن التماثيل الموجودة تمثال رمسيس الثاني على هيئة طفل، والمعبود حورون وهو تمثال من الجرانيت، وده مطبوع على تذكرة الدخول للمتحف. وطبعا موجود العديد والعديد من التماثيل اللي بتجسد الحياة الفرعونية، سواء المهن المختلفة أو الحياة اليومية. فمثلا هنلاقي مجموعة مختلفة من تماثيل لعملية الصيد، ومهنة الجزارين والخبازين والرعاة والخدم وغيرهم كتير، وده بالإضافة لوجود الأدوات الخاصة بالحياة الفرعونية في مختلف المجالات. وكمان هنلاقي بعض الأحذية والأسلحة والعربات، ومجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية وغيرها. والفراعنة كمان مثلوا تشييع الجنازات في تماثيلهم والأقنعة المختلفة سواء الذهبية أو المعدنية وغيرها. وبصراحة يا جماعة المتحف فيه حاجات كتير جدا 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 صعب نعدها أو نقولها في تقارير أو في فيديوهات مهما طالت. مش هينفع غير إنك تتمتع وتيجي تزور المتحف ده. وبصراحة فسحة ممتعة جدا، لدرجة إن أنا شخصيا فضلت ألف داخل المتحف 3 ساعات، ورغم كده حسيت إنهم عدوا بسرعة جدا. وده الانبهاري بجمال وروعة الآثار المصرية المختلفة والمتنوعة اللي موجودة في المتحف، وبجد حاجة تشرف قوي، واللي تخلينا نقول بكل ثقة وبكل فخر تحيا مصر بلد الحضارة. أكيد عرفتوا احنا كنا فين. احنا كنا في المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.